يا مساء الفل، انا ايمان ودي قناتي. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس، تعملي كومنت حلو وندخل كده في الجد على طول. لو عايزه تقضي على مقاومه الانسولين بتاعتك وتقللي النسبه بتاعتها في التحاليل الجايه، يبقى هنتبع خطوات معينه هنعتبرها سيستم حياتنا ونظبط عليها حياتنا لفتره، لحد ما نقلل مقاومه الانسولين ونشوف تحليل السكر التراكمي علشان بعد الشر ما يجيلناش سكر بعد كده. تمام. فالحاجات اللي احنا المفروض نمشي عليها: النوم كويس، النوم بالليل، النوم بالليل، النوم بالليل، يعني دي اهم حاجة واهم نقطة في النقط دي كلها. نثبت مواعيد الاكل، يعني انت مثلا بتصحي 8 بتشربي سوائل، بتشربي مية مثلا الصبح على الريق، كمية مية كوبايتين مثلا كبار انت حباهم قادرة تشربيهم وكده يعني. وبعد كده بتشوفي تبتدي تجهزي فطارك. هتاخدي الفطار مثلا على 9، انت بعد ما تصحي بساعة افطري. وثبتي الميعاد بتاعك، يعني ثبتي لو بتصحي 7 هتفطري 8، وتصحي 8 تفطري 9. ما تاخريش عن 11 الظهر، يعني ما تاخريش اكلك عن 11 الظهر عشان تعرفي تظبطي مواعيد، لان انت هتنامي 11 بالليل، فيبقى عندك فرصه ان انت تفطري وتتغدي وتتعشي، ويبقى بين اخر وجبه اللي هي تقيله اللي هي وجبه الغداء والنوم ما يقلش عن 5 ساعات. يعني انت هتتغدي مثلا الساعه 6، هتنامي الساعه 11 علشان خاطر 5 ساعات فرق بين وجبه الغداء والنوم. خلاص، عشان الاكل يكون اتهضم ويكون معدتك هضمته وانت كويسه وتعرفي تنامي كويس. تمام. النشويات ما ناخدش نشويات بسيطه، ناخد نشويات معقده. النشويات المعقده دي زي ايه بقى؟ زي مثلا اولا اقول لكم الاول هي بتعمل ايه. هي بتاخد وقت كتير قوي في الهضم، وبتحسسك بالشبع لوقت طويل، يعني وقت الهضم بتاعها اطول واحساس الشبع بتاعها اكتر. فيها فيتامينات وفيها الياف. تمام. مش بتعلي السكر بتاعك خالص. النشويات البسيطه بتعلي السكر. النشويات المعقده دي هي ايه بقى؟ الرز البني، الشوفان، الذره المشوي، البطاطس بس مش المسلوقه، عشان احنا النقطه دي مهمه. البطاطس المسلوقه مش من الحاجات دي، لما بتتسلق بتبقى من النشويات البسيطه وبتعمل دهون، لكن وهي متحمره انت جسمك محتاج 5%، 25% دهون. تمام. فانت البطاطس لو كلتي بطاطس محمره ومتنشفه بالمناديل، فانت مش هتديكي نسبه كبيره من الدهون، فانت عادي ان انت تاكلي بطاطس محمره هتحسسك بالشبع ومش هتبقي حاسه بالجوع. الفشار من النشويات المعقده، البرغل، الفريك، الذره المشوي. تمام. فهنحاول نظبط كده. النشويات البسيطه بقى اللي احنا اللي المفروض ان احنا ما ناخدهاش: السكر الابيض، الدقيق الابيض، المعجنات، الحلويات، لانهم بيرفعوا السكر بشكل سريع ولحظي وعندهم يعني بتهضموا بسرعه وبيحسسوكي بالجوع في وقت قليل. يعني انت بعد وقت قليل بتلاقي نفسك جعانه وعايزه تاكلي، فده غلط طبعا. البطاطس طبعا اللي احنا اتكلمنا عنها قلنا النسب بتاعتها وكده. هنعمل ايه؟ هنشرب قرفه وجنزبيل وشاي اخضر. خلاص، الحاجات دي من الحاجات اللي بتزود الحرق وبتعالج مقاومة الأنسولين. هنمشي كل يوم ساعة أو نص ساعة يوميا 5 أيام في الأسبوع، يعني تحاولي تظبطي 5 أيام 4 أيام في الأسبوع بتعملي مشي رياضة، مشي رياضي عشان خاطر جسمك يحرق وتعالجي مقاومة الأنسولين بتاعتك. هتدخلي التوم في الأكل. التوم بيساعد على تنظيم الأنسولين في الجسم، فتدخلي التوم اللي هو ممكن تحطيه في السلطة، بس تهرسيه بالهرسة كده ويبقى قطع صغنونة خالص، فيبقى التوم صاحي مش توم مطبوخ. خلاص. التوتر بيأثر على مستوى السكر في الدم وبيرفع السكر بتاع جسمك وبيخلي الحرق بتاعك يقل ومقاومة الأنسولين بتعلى والحاجات دي. طبيعي بقى ان احنا لازم يبقى في متابعة مع دكتور عشان يشوف كمان الكوليسترول والدهون الضارة. يعني انا بحكي لكم بقى دي تجارب بقى انا بمر بيها ومتابعه عليها، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معاكم لو انتوا حابين هنوصل للوزن اللي احنا عايزينه ونعالج مقاومه الانسولين عشان خاطر صحتنا، عشان خاطر ما نبقاش عرضه ان احنا في اي لحظه يحصل لنا حاجه في جسمنا. تمام. فهنتابع الكوليسترول، هنتابع السكر التراكمي، وهنتابع مقاومة الأنسولين كل 3 شهور. التحاليل دي فيتامين د ما بيخليش الجسم يحرق، فهنحاول نتابع فيتامين د ونعرض جسمنا للشمس، بس الشمس بتاع وقت الصبح. تمام. الناس اللي محتاجة فيتامين لازم دكتور يكتب لك نوع فيتامين مناسب ليكي، لان مش اي حد هيجي يقول لك ما انا اقول لك مثلا خدي كذا وخدي كذا وخدي كذا ولا افقه شيء. لازم دكتور باطني ويكون متخصص هو اللي يكتب لك الادويه بتاعتك.
يعني تروحي لدكتور باطنه متخصص، ما تروحيش مثلا لاي دكتور وتقول له اكتب لي دواء، او للصيدليه اديني برشام عشان عندي انيميا، لا ما ينفعش خالص. والا الحاله هتتدهور بتاعتنا ونبص نلاقي واحنا لسه السن صغير وبقينا عرضه لامراض يعني كتير في الجسم. لا، فربنا يحفظنا ويحمينا ويسترها على جسمنا كله من الامراض، وما نشوفش اي حاجه وحشه. لو عجبكم المحتوى ده قولوا لي واعمل لكم فيديو.